حياك الله أخي محمد المصري، وحيا الله بالجميع. الله يعطيك الصحة والعافية. بالنسبة للسؤال الثاني وهو ترتيب الأقراص، سألت عن ترتيب الأقراص. قلت في بعض الأحيان يقوم الأخ المربي بالتدخل ونقل أقراص حضنة مغلقة إلى آخر قرص للجدار، يعني يخليه رقم واحد أو رقم اثنين. هل هذا القرص يتأثر بفعل مثلا قلة في درجة الحرارة والرطوبة أم لا؟ طيب، شوف أخي محمد، بالنسبة لترتيب الأقراص داخل خلية النحل، أفضل ترتيب للأقراص هو الترتيب الفطري الذي يعمل عليه النحل في الطبيعة، ويكون تسلسله كالآتي: وسط الخلية يكون للحضنة المفتوحة متسلسلا، سواء قرصين أو ثلاثة أو أربعة. ما يلي يكون الحضنة المغلقة. آخر شيء يكون العسل. طبعا الحضنة المغلقة يكون قريب منها خبز النحل، يعني النحل بطبيعته يقوم بالتخزين. خبز النحل قريب من الحضنة المفتوحة حتى يسهل عليه عملية التغذية، فبالتالي الترتيب الفطري للنحل هو مهم. طيب، نعود إلى تأثير الحضنة المغلقة إذا تم نقلها عند الجدار آخر قرص مثلا أو قبل القرص الأخير. طيب، قبل الأمر هذا ننظر إلى العوامل الفيزيائية داخل خلية النحل، اللي هي الرطوبة ودرجة الحرارة والتهوية. نجد عندما ننظر إلى العوامل الفيزيائية في خلية النحل نجد أنها مثل المثلث، تكون مثل المثلث. المثلث له طبعا قمة أو رأس المثلث، ثم بالأسفل يكون له قاعدة. نجد أن ذروة المؤثرات أو العوامل الفيزيائية تكون في قمة المثلث. أين تقع قمة المثلث في طائفة النحل أو في خلية النحل؟ تكون في الوسط. فنجد أن أفضل درجة حرارة تكون في الوسط، أفضل رطوبة نسبية تكون في الوسط، أفضل تهوية أيضا تكون في الوسط، بفعل العاملات المنزلية التي تشارك في عملية التهوية أو التي تقوم بعملية التهوية. طيب، نأتي إلى جوانب أضلع المثلث، الضلعين مثلا اليمين واليسار. نجد أن درجة الحرارة تبدأ في النزول. كلما ابتعدنا عن عش الحضنة نجد أن درجة الحرارة تبدأ في النزول، يعني مثلا تكون في عش الحضنة من 32 إلى 35. كلما ابتعدنا عنها قرص وراء قرص وراء قرص نجد أن هناك في نزول درجتين أو 3 درجات في الحرارة، إلى أن تصل في نهاية الأقراص إلى 28 25 27 بهذه الحدود. طيب، نعود نحن كنحلون كيف يتم الترتيب. نقول الترتيب يكون هو نفس الترتيب الفطري، فلذلك عندما نقوم برفع طابق ثاني نضع الحضنة فوق الحضنة، العسل فوق العسل. فبالتالي نجد بهذه الحالة أو نرى بهذه الحالة أن أقراص الحضنة فوق أقراص الحضنة، يعني تتمتع بنفس درجة الحرارة حتى تستفيد منها، ونفس مستوى الرطوبة، ونفس التهوية. التأثير طبعا هو يكون عليها تأثير لكن ليس تأثير كبير. طيب، ليش طيب؟ نعود أيضا إلى عمل النحل كطبيعة النحل. نجد في فترة النشاط أو في ذروة النشاط تتوسع الملكة في وضع البيض، ونلاحظ أن الأقراص الأخيرة على الجوانب تصل إليها الملكة وتضع فيها البيض. نجد مثلا القرص الأخير قرص عسل، أحيانا يكون فيه حضنة. عند توسع يعني ذروة نشاط الحضنة نجد أن القرص الأخير فيه حضنة، يعني الملكة بعد ذلك ممكن تبيض على على الخشب. هذا من قوة من قوة النشاط. هذا ناتج من استشعار النحل بأن درجة الحرارة معتدلة، ولديه نشاط جيد، ولديه كثافة نحلية قوية، يعني كل الأقراص مغطية بالنحل. فبالتالي كلما كانت الكثافة النحلية قوية والأقراص مغطية بالنحل تغطية قوية، تجد أن التدفئة معتدلة تقريبا في كل أنحاء الخلية أو كل أنحاء الصندوق من الداخل. ليش؟ لأن الكثافة النحلية في حد ذاتها هي تولد درجة الحرارة. فأنت لو جبت شوية نحل مثلا، كيلو نحل أو نص كيلو نحل، وضعتهم مثلا في دلو وغطيته بالشاش لمدة 10 دقائق، بعد 10 دقائق مد ايدك فيه ستجد ان في اصبح فيه حرارة بفعل تواجد هذا النحل. فاذا الترتيب يكون دوما مشابه للترتيب الفطري عند النحل، عدا فترة النشاط التي تتوسع فيها الخلية في التقدم في عش الحضنة، ويصبح بيت التربية أغلبه 90% من محتوياته هو
مخصص للحضانة فقط. في الحالة هذه احنا بنكون طبعا رافعين طوابق وعندنا كثافة نحلية وكذا، يعني ما شاء الله بتكون الأمور طيبة يعني. فبالتالي ما بصير أي تأثير عليها، خاصة إذا كانت في فترة النشاط. أما حضانة الذكور هي تتحمل نوعا ما قلة الحرارة عفوا. ولذلك تجد النحل يميل إلى وضع حضنة الذكور في الأطراف أو أسفل الغزاية مثلا أو على الزوائد الشمعية. ليش؟ لأنها لا تحتاج درجة حرارة كثير يعني. حياك الله وبارك الله فيك. طيب أخي محمد، إضافة لما سبق بخصوص ترتيب الأقراص ونقل أقراص حضنة مغلقة إلى الجوانب، يجب النحال يكون على استدراك تام ومعرفة تامة أنه متى يقوم بترحيل القرص. هل الوقت والكثافة النحلية والحالة التي تمر بها الخلية تسمح لي بنقل أقراص الحضنة المغلقة على الجوانب أو لا؟ إذا رأيت الوضع عندي يسمح والخلية لديها القدرة للحفاظ على درجة الحرارة في كل أنحاء الخلية بفعل الكثافة النحلية وبفعل الأجواء، أوكي لا مانع بنقل. أما كثافة نحلية ضعيفة، أجواء متقلبة، دافئ النهار، الجو دافئ نهارا بارد ليلا، لا، تبقى الحضنة ملمومة على بعضها ومجمعة على بعضها. يعني تكون الوسط حضنة مفتوحة، ثم الحضنة المغلقة، خبز النحل، العسل. تكون على حسب الترتيب الفطري الذي يقوم به النحل. وهذا ما ارتأاه أهل العلم، وهذا ما أخذه العلم من نفس نمط نشاط النحل في الطبيعة. حتى خلية لانجستروث، العالم لورانز لانجستروس عندما أقر المسافات النحلية وترتيب ووضع أقراص متحركة، أيضا أخذها من النحل في الطبيعة بقياسات دقيقة، وهي تعتبر المسافات النحلية. وموضوع المسافات النحلية هذا موضوع مهم جدا. لذلك دوما التوصيات العلمية توصي بعدم التلاعب في المسافات النحلية. فالعمل في داخل خلية النحل حسابات ودقة، يعني مقرون بعوامل فيزيائية هامة جدا، في خاصة في موضوع التهوية والرطوبة. أما الحضنة إذا بردت انتهى الأمر، بتموت الحضنة، بتطلع ضعيفة، بتطلع غير ذكية، يعني غير ذكية يعني النحل. لذلك النحل اللي في وسط العش الحضنة يكون أفضل من نحل الأطراف. حياك الله وبارك الله فيك. حياك الله أخي محمد المصري، وحيا الله بالجميع. نعود أيضا إلى موضوع ترتيب الأقراص من الداخل أو إدارة الخلية من الداخل. وهذا الموضوع أخي محمد أيضا موضوع شائك ويحتاج محاضرة ودرس مطول، لأنه هذا فيه عوامل كثيرة جدا وفي مؤثرات كثيرة جدا. فنجد أن النحل مثلا يخزن النحل على الأطراف، على العسل على الأطراف. ليش النحل يخزن العسل على الأطراف؟ ليش حضنة الذكور تكون على الأطراف؟ ليش النحل يكون يوجد الهلال العسلي على أقراص الحضنة المفتوحة؟ طيب أيهما أفضل؟ النحل الذي يوجد الهلال العسلي على الحضنة المفتوحة، أو النحل الذي يقوم بعمل حضنة من السدابة للسدابة أو من الجهات الأربعة؟ اتضح أن الأفضل النحل أو أفضل النحل هو الذي يضع أو يوجد الهلال العسلي في عش الحضنة من الداخل، اللي هو عند الحضنة المفتوحة. ثم خبز النحل عند الحضنة المغلقة، حتى يكون قريب في موضوع التغذية. لأن النحل يعمل بنمط اجتماعي، النحل ليس لديه تضييع للوقت، ليس لديه وقت ضائع. فبالتالي الأسهل له واختصارا للوقت أن تكون التغذية قريبة من الحضنة. يعني المطبخ يكون قريب من غرفة الطعام أو من صالة الطعام. هنا ما بكون في لا هدر للوقت ولا لجهد النحل. فبالتالي نجد أن مثلا بعض الإخوة عندما يرفع أو يكون لديه خلايا بها أقراص حضنة كاملة من الجهات الأربعة، يقول ها قرص حضنة من الأربع جهات، يعتبر أن هذا شيء جيد. لكن لا، ما رآه العلم أن الأنماط من النحل أو السلالات من النحل التي توجد الهلال العسلي فوق الحضنة المفتوحة هي الأفضل، ونحلها يكون الأفضل وأدائها يكون الأفضل. ليش؟ لأنه يكون قريب. طيب نعود إلى موضوع تخزين العسل في الجوانب. ليش النحل بخزن العسل في الجوانب؟ أغلب العسل يكون في الجوانب، لأنه أولا العسل لا يحتاج لا درجة حرارة ولا تهوية ولا رطوبة. فشوف سبحان الله كيف عمل النحل منظم. ويعني نحن نتعلم من النحل. كل هذه الأمور أخذت من نمط النحل في الطبيعة يعني، أو طريقة عمل النحل في الطبيعة. ما إجت عشوائي ولا أقرها العالم الفلاني قال لا بد من أقراص العسل تكون على الجوانب ولا بد من كذا. لا لا أبدا أبدا. هذا ترتيب نمط طبيعي أو عمل طبيعي فطري يقوم به النحل. وسبحان الله النحل أيضا هو يعرف من الذي يحتاج درجة حرارة أعلى
يضعه بالوسط ورطوبة وتهوية، ومن الذي لا يحتاج درجة حرارة يضع في الأطراف كذا. فهنا يضع النحل العسل أو يخزن العسل في الأطراف، وفي العاسلات أيضا في الأعلى، لكن يخزن قليلا من العسل المؤقت الاستهلاك. هذا للاستهلاك المؤقت، هذا ليس للتخزين الطويل، هذا للاستهلاك المؤقت. في نفس الوقت كما قلت سابقا أن يكون قريب على الحاضنة المفتوحة، فبالتالي لا يستهلك لا جهد ولا وقت من نحل ولا وقت من النحل، خاصة العمليات المنزلية في موضوع الرعاية المنزلية وتغذية الحضنة. فهذا أمر يعني مهم جدا، لذلك احنا نلتزم أيضا بهذا الأمر حتى لا نعمل خلخلة داخل الخلية. يجب ترحيل الأقراص يكون بضوابط علمية، ما نرحل ترحيل عشوائي نستثني منه كثافة النحل ودرجة الحرارة وكذا كذا، لا بالعكس، لابد هاي الأمور كلها تأخذ بعين الاعتبار. أعرف أين أضع القرص، أين أرحله، وما هو الوقت الذي أرحله. هل الوقت مناسب أن أرحل القرص قريب من الأطراف اللي هو قرص حاضن المغلق أو لا؟ إذا كان الوقت مناسب وأرى الوضع أمامي مناسب داخل الخلية فلا بأس، ممكن أرحله. كما نقوم برفع الطابق الثاني ونرحل الحضنة المغلقة في الأعلى، لكن شرط تكون الحضنة فوق الحضنة والعسل فوق العسل، حتى نحافظ على نظام التكييف داخل الخلية، ونحافظ أيضا على العمل وعدم إجهاد النحل. حياك الله وبارك الله فيك. حياك الله أخي عبد اللطيف، وحيا الله أهلنا في المغرب الحبيب وفي ربوع الوطن العربي. أخي عبد اللطيف، أشرت هنا قلت تسأل يعني عن أمر، تقول قيل أن الذكور تتواجد طيلة السنة في مناطق الغابات في الخلايا الجذوع، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ شوف أخي عبد اللطيف والإخوة جميعا، الذكور مقرونة بنشاط النحل، طالما المنطقة تسمح بنشاط النحل تجد الذكور موجودة طيلة السنة. أما المناطق اللي شتاءها بارد قارس، درجات الحرارة متدنية وأحيانا تصل تحت الصفر، هذه ما فيها ذكور. حتى لو كانت مرت بفترة اعتدال وكان هناك ذكور يبدأ النحل يتخلص منها. فبالتالي إذا كانت المناطق معتدلة والنحل لديه القدرة على النشاط، الذكور تكون موجودة طيلة السنة، لا يوجد أي إشكالية. فالعامل الأساسي هنا هو عامل مناخ ومراعي ونشاط. فالذكور ليست حكرا على شهر معين، بل هي مقرونة بالنشاط. طبعا احنا جربنا هذه التجارب في تلقيح ملكات في كل أشهر السنة، وتلقحت الملكات، خاصة الأشهر الصعبة اللي هي ابتداء من الشهر 11 والشهر 12 وشهر 1 وشهر 2. هذه متعارف عليها، هذه الشهور يكون فيها برد، ورغم ذلك تلقحت فيها ملكات، وهذا دليل على تواجد ذكور لكن بنسبة بسيطة. لكن الأفضل طبعا يعني ما نعول عليه هي ذكور الربيع، لا نعول على ذكور الأجواء الباردة، لأن ذكور الأجواء الباردة يكون عددها قليل، بنيتها ضعيفة، فبالتالي لا تفي بموضوع التلقيح. ونلاحظ أن سرعان ما يقوم النحل عند الاعتدال والنشاط بإحلال هذه الملكات. ليش؟ لأنه لم تتلقح جيدا ولم يتم تربيتها في ظروف جيدة، هي تربت في ظروف استثنائية، شهر 11 12 1 2، أجواء باردة، ما في مناخ جيد، ما في غطاء نباتي جيد، ما في نشاط للنحل، يعني في ظروف اضطرارية. فالأحوط هنا أخي عبد اللطيف دوما نركز على فترة النشاط، هي الأفضل سواء كانت لتربية الذكور أو لتربية الملكات. حياك الله وبارك الله فيك. حياك الله أخي محمد، وحيا الله بالجميع. أخي محمد، بالنسبة لترتيب الأقراص، عفوا بالنسبة للموضوع الملكات والذكور كما أشار أخونا عبد اللطيف، دوما يعني التعويل يكون على فترة النشاط سواء في تربية الذكور أو في تربية الملكات. وما تفضلت به أنك قلت أنك أنت جربت ربيت 4 ملكات وتلقحوا في ظروف غير طبيعية. بداية النشاط قام النحل بإحلالهم طبعا، لأنه هي ملكة ربت في ظروف غير طبيعية، فلذلك لم تحظى بالاهتمام الجيد. وهذا من شروط الملكة الجيدة. نقول الملكة الجيدة تعتمد على الرصيد الوراثي لها وظروف التربية، يعني الرعاية التي تحظى بها في الطور اليرقي. فبالتالي كلما كانت الملكات والذكور تم تربيتها في ظروف مناسبة، أجواء معتدلة،
غطاء نباتي جيد، نشاط للنحل، تكون هذه الملكات جيدة، والذكور أيضا جيدة، بالتالي تكون الأنسال جيدة. أما الملكات التي يتم تربيتها في ظروف استثنائية، خاصة في شهر 11، في شهر 12، 1، 2، أجواء حارة جدا، شهر 7، شهر 8، تواجد أعداء النحل، هذه تعتبر ملكات الطوارئ. يعني تبقى فترة، تخدم فترة بسيطة، لكن سرعان ما تنتهي بإحلالها من النحل. ليش؟ لأنها تربت في ظروف غير جيدة، غير مناسبة، مجرد يعني ملكات تسييرة حال، تسير الحال مؤقتا، لكن مع الاعتدال والنشاط يكون هذه مصيرها الزوال وتنتهي. حياك الله وبارك الله بك.